خلاص يا فريدة، خلصنا امتحانات. ياه، أنا مبسوطة جدا، أخيرا مش هيكون في مذاكرة تاني. أيوة يا فريدة، وهنقضي كل اليوم لعب في لعب بس. أيوة، وهنام براحتي بقى وانبسط من غير ما نصحى بدري وكل يوم يكون ورانا حاجات كتير. ده كفاية بس إن احنا حتى ما عندناش عمر. أيوة، أنا مبسوطة قوي ومتحمسة جدا للأجازة. وأنا كمان يا ليلى. أنا هقضي اليوم كله لعب على البلاي ستيشن. وأنا عاوزة أفضل نايمة في السرير ما أعملش حاجة أبدا، ومعايا الآيباد. ياه، بس المدرسة هتوحشنا شوية صغيرين يعني. ممكن بس مش قوي. طب يلا سلام بقى عشان ماما جت. وأنا كمان باي. يا ماما سيبيني أنام بقى. حبيبتي انت نايمة كتير جدا، تقريبا نص اليوم راح خلاص. يا ماما أنا أجازة، سيبيني أرتاح وأنام. ماشي، بس عشان انت أجازة هناخد اليوم كله نوم. وإيه يعني يا ماما؟ سيبيني أنا بس لما أصحى هنتكلم في الموضوع ده. قدامك 10 دقايق بس وتكوني قدامي. يا فريدة، يا فريدة، انت لسه نايمة؟ اصحي بقى. أنا صاحية أهو يا ماما. طيب وما قمتيش ليه وغسلتي وشك وسنانك؟ مش قادرة يا ماما، أنا قاعدة في السرير بتفرج على الآيباد. لا يا فريدة، كده مش هينفع. يا ماما أنا في الأجازة، يعني مفيش تمرين ولا مذاكرة ولا أي حاجة أعملها، سيبيني أريح بقى. لا انت شكلك مش فاهمة الأجازة صح. يعني إيه يا ماما؟ كلمة واحدة بس يا فريدة، هاتي الآيباد وروحي اغسلي وشك وسنانك بسرعة. يو بقى، حاضر. أيوة يا ماما، أديني قمت وغسلت وشي وغسلت أسناني وجيت أهو. حضرتك عاوزة إيه؟ ينفع كده يا فريدة؟ من امتى واحنا بنعمل كده؟ يا ماما ما احنا أجازة وراحة والمفروض ما نعملش حاجة خالص. لا طبعا مش صح خالص اللي انت بتعمليه ده يا فريدة. ليه بس يا ماما؟ أنا أصلا كنت بتكلم أنا وأصحابي في المدرسة هنعمل إيه في الأجازة، وكلهم قالوا لي هيلعبوا بس ويناموا، وهيفضلوا يتفرجوا طول اليوم على الآيباد ويلعبوا كمان بالبلاي ستيشن. وانت شايفة ان ده صح؟ بصراحة أنا شايفة إن ده مريح جدا ومسلي كمان. لا يا فريدة، ده غلط وهيضرك وعمره ما هيفيدك. يعني المفروض أذاكر يعني في الأجازة؟ أنا ما قلتش تذاكري يا فريدة، بس بقول نستفيد من الأجازة، يعني نريح شوية ونعمل أنشطة نستفيد بيها. يعني مثلا أنت بتحبي الرسم، فممكن تطوري من رسمك في الأجازة. طب ليه ما تبقاش كلها لعب بس؟ علشان ما تضيعيش وقتك على الفاضي يا حبيبتي، هنلعب شوية وننام شوية ونتعلم حاجات كتيرة كمان. يا ماما أنا بس ما كنتش عاوزة أعمل أي حاجة في الأجازة، ولا أتمرن ولا أعمل أي حاجة غير إن أنا ألعب وأنام. لا يا فريدة، الكلام ده مش مظبوط، كده غلط جدا. احنا لازم نستفيد بوقتنا حتى لو ده كان في الأجازة. ايه رأيك انا وانتي ندور على أماكن بتدي كورسات في الموسيقى؟ أنا عارفة ان انتي بتحبي جدا تتعلمي بيانو، خلينا نتعلم حاجة مفيدة ونستفيد في الأجازة. خلاص يا مامي، فكرة حلوة جدا، اتفقنا.